السلام عليكم. خطف أخته عشان تتنازل عن ميراثها كله، ولما رفضت حاول يصورها في وضع مخل علشان يفضحها أو تتنازل عن ميراثها. دي مش بس أحداث الحلقة 21 من مسلسل ساعته وتاريخه اللي بعنوان الدم عمره ما يبقى مية، ولكن دي قصة حقيقية حصلت في محافظة الدقهلية سنة 2021. وبعد عرض المسلسل الناس بدأت تسأل، هل في أخ عمل كده فعلا في أخته؟ هل ده ممكن يحصل أصلا؟ تعال أحكي لكم القصة الحقيقية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم حكايات براند. هنبدأ بقصة المسلسل اللي فيها فرح يوسف ومحمود الليثي ضيوف شرف. وبتبدأ الحلقة بمحمود الليثي اللي اسمه في المسلسل محمود، وهو بيشتغل عند محامي اسمه علي وبيدور على إيصال أمانة واخده المحامي عليه. وتيجي فرح يوسف اللي اسمها في المسلسل سهى للمحامي وما كانش لسه وصل وقعدت تستناه. ويروح محمود يكمل تدوير على إيصال الأمانة، ولكنها تخليه يروح يعمل لها قهوة. ويجي المحامي ويقعد يتكلم معاها على مشكلتها مع أخوها إسماعيل، وهي كانت رايحة تبيع حتة أرض علشان تدي أخوها نصيبه منها. ويجي لمحمود اتصال من خطيبته وتكلمه عشان تقابله وتسأله على إيصال الأمانة أخده ولا لسه، ويقول لها إنه هياخده. وبعدها يدخل يقدم القهوة للمحامي ولسهى، وسهى تتفاجئ إن المحامي عايزها تمضي على توكيل عام. وخطيبة محمود كلمته تاني وقالت له إنها نزلت وهتستناه عند مكتب المحامي. وبعدها سهى كلمت محمود إنها تديله رقمها علشان يعرفها أخوها إسماعيل بيعمل إيه. في الأول رفض، ولكنها قالت له ده أخويا الصغير أنا اللي مربياه وعايزة أطمن عليه، ووافق. ورجع التاني للمحامي وحاول يقنعها بكل الطرق تمضي على التوكيل العام، وجاب لها واحد يمثل عليها إنه من الشهر العقاري ويقنعها إنه أحسن وأسهل وأسرع من التوكيل الخاص. ولما محمود لقى إنهم بينصبوا عليها كلم خطيبته وقال لها تبعت رسالة على الواتساب تقول فيها أختك بيتنصب عليها، تبعتها لأخو سهى اللي اسمه إسماعيل. وفعلا إسماعيل يجي ويدخل ويعمل مشكلة، ولكن المفاجأة إن إسماعيل هو اللي مخطط لكل ده مع المحامي. فيدخل إسماعيل ويهدد أخته بإنها مش هتطلع من المكتب إلا لما تمضي، ولو ما مضيتش هيصورها صور وفيديوهات مخلة وهي مع محمود وينشرها على النت. وبدأ محمود وسهى يشدوا مع إسماعيل لحد ما اتصلت خطيبة محمود وسمعت صوت سهى وقالت لو محمود واللي معاه ما نزلوش هبلغ البوليس. وقالوا لمحمود خد الإيصال وامشي وملكش دعوة بيها، ولكن محمود مرضاش يمشي وقال لخطيبته بلغي البوليس. نرجع بقى للقصة الحقيقية اللي حصلت في سنة 2021 في محافظة الدقهلية. في بلاغ وصل للبوليس بإن في ناس قدروا ينقذوا بنت مخطوفة من شابين، وكانت في أرض زراعية في مدينة المنصورة، والناس دي قدروا يسيطروا على واحد من الشابين دول. ولما راح البوليس لمكان الواقعة اكتشفوا إن البنت المخطوفة الشابين دول كانوا رابطين إيديها وباين عليها آثار ضرب ومقطعين ملابسها العلوية وقلعوها ملابسها السفلية. والبوليس قبض على الشاب اللي احتجزوه الناس اللي اكتشفوا الواقعة دي، ويتعرف إن اللي اتمسك ده هو أخوها الصغير. ولكن إيه اللي حصل؟ وإيه اللي يوصل أخوها يعمل كده؟ مع إن مهما كان اللي حصل ده مش مبرر أبدا. بس نرجع للقصة من البداية. إسراء أستاذة جامعية، أبوها وأمها ماتوا هي وأخواتها صغيرين، ولأنها الكبيرة فهي اللي اتحملت مسؤولية تربية ورعاية إخواتها. ولما وصلت للسن القانوني ما كانتش قسمت أي حاجة من الورث، وخصوصا إن كلهم كانوا أسر وفلوسهم كلها في المجلس الحسبي، وما كانش هي اللي معاها الوصاية. واستنت لما إخواتها يوصلوا للسن القانوني علشان يقسموا الورث بينهم. ولكن لما كبر الأخ الأكبر منهم ووصل للسن القانوني بدأت معاملته ليها تتغير وبقى دايما يضربها. وحتى لما كانت تروح بيت أهلها بعد ما اتجوزت كان يطردها يقولها انت مش اتجوزتي ملكيش حاجة هنا. وأخد وصاية الأخ الصغير، والاتنين كانوا بنفس التفكير وكانوا دايما في مشاكل معاها، وكانوا عايزين يستولوا على ميراثها بالكامل، وبدأوا يبيعوا أراضي من وراها مع إن الميراث ما كانش اتقسم بينهم، وخصوصا إن أخوها الصغير ما كانش لسه وصل للسن القانونية. ولما زادت المشاكل قالوا يقسموا الميراث علشان كل واحد ياخد نصيبه ويسيبوها في حالها. وحصلت أعداد كتير من الناس علشان يقسموا، ومع إنهم اتفقوا على ميراث ليها أقل من حقها الشرعي وهي وافقت عليه،
ولكن الأخ الأكبر بعدها بأيام بسيطة لغى العقود اللي اتفقوا بيها على الميراث اللي حددوه بينهم، وفي النهاية قرروا يحرموها من ميراثها بالكامل. ولكن إزاي؟ بخطة ما تجيش على دماغ راجل يعرف يعني إيه أخلاق وشرف. فكر إخواتها الاتنين الكبير والصغير على خطة قذرة، وهي إن الأخ الصغير ياخدها على إنهم رايحين مشوار، ويكون معاه في العربية واحد صاحبه هو اللي سايق، وفي الطريق يخليها تمضي على التوكيل، ولو رفضت يكتفها ويخلي صاحبه يعتدي عليها ويصورها صور مخلة، ويا تمضي يا يفضحها بالصور دي. وأخوها التاني كان مستنيها في المكان اللي المفروض هي كانت رايحاه، علشان لو ما راحتش مع الصغير يبقى الكبير مستنيها. وبدأوا التخطيط للواقعة. البداية كانت يوم الأربعاء 22 سبتمبر سنة 2021. كلمها أخوها الصغير يسألها عن عيد ميلادها، وقالت له إنه يوم الاثنين، وقال لها إنهم هيحتفلوا في اليوم ده احتفالية ما حصلتش قبل كده. ومع إن عمره حتى ما هناها قبل كده بعيد ميلادها، بس قال لها إنها هتتبسط بالاحتفال ده. وهي ما كانتش تعرف إنهم قرروا يخلوا اليوم ده فعلا يوم مختلف في حياتها مش هتنساه طول عمرها. ونوصل ليوم الواقعة يوم الاثنين 27 سبتمبر، وده يوم عيد ميلادها. راح لها أخوها الصغير على البيت، واتأكد إن محدش شافه وهو طالع لها ولا حتى البواب، وهي قدمت له أكل وتورتة، وبعدها نزلت معاه علشان يروحوا الشهر العقاري. ومع إن المسافة قريبة جدا منها، لما نزلت اتفاجئت إن في عربية مستنياهم وفيها سواق، وقال لها اركبي دي عربية الشغل. ومع إنه المفروض عاطل الفترة دي، ولكنها ركبت العربية وصدقته، وهو ركب العربية جنب السواق. ومسافة ما مشى كانوا وصلوا عند الشهر العقاري، ولكنه قال لها إن صاحبه يعرف موظف في شهر عقاري تاني. فقالت له طيب ندخل نسألهم على الورق هل هو كده تمام ولا في مشكلة. ولما رجعوا قعد في العربية جنبها، فافتكرت إنه عايز يتكلم معاها في حاجة خاصة، وفعلا قعد يتكلم معاها عن بيته ومراته. وبدأ السواق يطلع على طريق المنصورة الدائري، وقال للسواق يشوف له مكان فاضي علشان يقضي حاجته. وخافت عليه وقتها وقالت له يحلل سكر لحسن يكون مريض. ولما وقف السواق في مكان مقطوع، نزل أخوها من العربية ونادى على السواق علشان يشوف حاجة في شنطة العربية، وما كانتش متخيلة أي غدر هيكون من أخوها، لحد ما اتفاجئت بيهم هما الاتنين بيهجموا عليها في العربية، كل واحد من باب من البابين اللي جنبها. وكان في ايد اخوها قفيز بلاستيك ربط بيه ايديها الاتنين، وهي كانت مصدومة من كتر الصدمة ما كانتش عارفة تتصرف. وكان كل اللي طالع عليها وقتها انها بتقوله ده مش بيتفك يا محمود، انت بتعمل كده ليه؟ وكان من بقها بلزق طبي. وبدأوا يسرقوا كل اللي معاها، سرقوا الذهب اللي كانت لابساه، الغوايش والسلاسل. وبعدها السواق بدأ يمشي بالعربية، وطلع أخوها ورق وإيصالات أمانة وعايزها تمضي وتبصم بالتنازل عن ميراثها بالكامل. ولما رفضت بقى يضربها، وحاولت تصرخ بس بقها كان متكمم. وقال للسواق ادخل أي أرض زراعية تكون متدارية وأنا هقلعها لك، وقال لها هصورك مع صاحبي وافضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها. ووقتها بدأت تعافر أكتر لحد ما قدرت تشيل اللزق من على بقها وبقت تصوت، وفعلا بدأ يقلعها ملابسها السفلية. وفضلت تعافر لحد ما قدرت تفتح الباب اللي جنبها من الناحية التانية، وكانت بتحاول ترمي نفسها من العربية، ولكن راسها بس اللي قدرت تطلعها من العربية. وفضل ماشي ويحاول يدخلها في العربية وهي تحاول ترمي نفسها، لحد لما الناس شافتها وبدأوا يروحوا علشان ينقذوها. أخوها فضل يصرخ فيهم ويقول لهم محدش له دعوة، دي أختي وأنا ظبطتها مع واحد. ولكن الناس ما صدقتهوش وبدأوا يصوروا اللي حصل فيديو، وفضل يضرب فيها ويقول للناس ما تجوش، ولأن كان كل همه إن الناس تمشي هي قدرت ترمي نفسها بره العربية. وبرضه فضل وراها يضربها ويحاول يدخلها العربية تاني. ولما الناس شافتها بالمنظر ده جريوا عليها ولقوها مربوطة ومتعورة، وكتفوا أخوها بالقفيزات اللي كانت معاه. وكان التاني هرب بكل حاجتها اللي كانت معاها، شنطتها بحاجتها كلها وورقها غير الذهب اللي سرقوه منها. والناس بلغت البوليس، والبوليس وصل للمكان وقبضوا على أخوها، وتتبعوا السواق اللي هرب وقبضوا عليه هو كمان. والأخ الكبير لما عرف إن أخوه الصغير اتمسك راح على بيت أخته علشان يخطف ابنها، وفضل يحاول يدادي في الولد عشان يفتح له الباب. وفي الوقت ده كلمت ابنها، قال لها إن أخوها واقف بره بيتحايل عليه يفتح له. قالت له ما تفتحش لحد وتربس الباب على نفسك. ولما أخوها سمع الولد وهو بيقفل الترباس هرب
والبوليس لما راح لقاه كان خلاص مشى. المفروض إن الأخ هو اللي بيستر أخته، ولو وقعت في مشكلة ولا حد اتهجم عليها هو اللي يلحقها، لكن اللي حصل في القضية دي بجد حاجة بشعة. الأخ هو اللي عايز ينهش عرض أخته علشان يحرمها من حقها في الميراث، والأخ التاني يحاول يخطف ابنها علشان تضطر تتنازل. بجد حاجة صعبة جدا. وتوجه للأخ محمود السعيد 21 سنة وصاحبه محمد أحمد 21 سنة 5 تهم، وهي الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة. وحكمت المحكمة على الأخ محمود السعيد بالسجن المشدد 10 سنوات وصاحبه محمد أحمد بالسجن المشدد 5 سنوات. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نقول القصة الحقيقية الحلقات تانية من المسلسل اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.